خناقة. الكلمة دي ليها سحر خاص في الشارع المصري. في أقل من دقيقة تلاقي البلكونات بقى ليها جمهور كأنه ماتش للأهلي والزمالك، والشبابيك اتحولت لفي اي بي بوكسز، والشارع نفسه اتقفل ببشر أكتر من اللي كانوا في آخر حفلة لأم كلثوم. الكل بيتفرج، الكل بيصور، الكل بيحلل. بس الغريب إن تقريبا محدش بيحوش. ليه بقى؟ هل إحنا شعب بيحب الفرجة وخلاص ولا قلوبنا ماتت؟ الإجابة أعقد من كده شوية، وليها تفسير علمي ونفسي اسمه تأثير المتفرج أو bystander effect. إيه بقى تأثير المتفرج ده؟ ببساطة شديدة، تأثير المتفرج بيقول إن كل ما كان عدد الناس اللي شايفين إن في موقف طارئ بيزيد، كل ما احتمالية إن أي واحد فيهم ياخد خطوة ويساعد بتقل. الموضوع مش قلة جدعنة قد ما هو ظاهرة نفسية بتلعب في دماغنا كلنا. المسؤولية هنا بتبقى عاملة زي صينية الفتة اللي موجودة على السفرة في عزومة كبيرة. كل واحد بياخد معلقة والتاني بياخد معلقة، والصينية في الآخر بتخلص من غير ما حد يحس إنه شايل الليلة لوحده. مثلا لما بتبقى لوحدك وشفت واحد محتاج مساعدة، عقلك هنا بيقولك يا عم الحق، الراجل ده مفيش غيرك. لكن لما بتبقى وسط لما بيحصل كذا حوار جوه دماغك في لحظات. رقم واحد، أكيد في حد غيري هيتصرف. دي أشهر حجة عقلك بيعملها. بيبص حواليه ويلاقي زحمة فيقول لنفسه إيه ده كله؟ طب أنا لو ما اتدخلتش الأستاذ اللي هناك ده هيتدخل، أو الحاجة اللي في البلكونة دي هتصوت تلم على الناس، مش هتيجي عليا أنا يعني. وهنا المسؤولية بتتوزع على الكل، وفي الآخر بتسيح ومحدش بيعمل حاجة. بتبقى عاملة زي جروب الدفعة على واتساب، والسؤال المهم بيتقري من 200 واحد ومحدش بيرد. رقم اتنين، هو أنا أهبل ولا إيه؟ محدش بيحب يطلع عبيط أو أوفر، فبتبص تلاقي الناس كلها واقفة بتتفرج بمنتهى البرود، فبتقول لنفسك لو نزلت أجري حوش هيقولوا عليا عامل فيها بطل. طب ما استنى اشوف الناس هتعمل ايه. الظاهرة دي اسمها البرهان الاجتماعي، يعني بتستنى تشوف تصرفات اللي حواليك عشان تعرف ايه التصرف الصح في الموقف ده، ولو الكل متنح وما بيعملش حاجة هتعمل زيه. رقم ثلاثة، طب وانا مالي؟ ده مرتبط بالخوف من العواقب. انت ممكن تقول لنفسك طب انا لو اتدخلت عشان افصل بينهم ممكن تعورني مطوة طايشة ولا حاجة، او اتاخد للاسم. كل ما عدد الناس زاد كل ما بتلاقي مبرر اقوى انك تكبر دماغك، عشان في غيرك كتير اولى بالمخاطرة دي. تعالى بقى نرجع لمشهد الخناقة في الشارع بتاعنا، حلل معايا الموقف ده وهتلاقي كل العناصر النظرية متوفرة. البطل اللي هو صاحب العربية اللي راكن صف تاني وقافل الشارع، والضحية المفترضة اللي هو الشاب اللي مستعجل وعايز يعدي عشان وراه اوردر محتاج يتسلم، والجمهور سيادتك والحاجة فوزية في البلكونة وعم محمد البقال وشباب القهوة وكل من هب ودب. الخناقة بتبدأ بكلاكسات خفيفة، بعدين شتايم، بعدين الموضوع بيقلب بمسكة الهدوم. هنا بقى الجمهور بيكتمل والمسرحية بتبدأ. عم محمد البقال بيقول لنفسه أنا راجل كبير وليا زبايني، مش هنزل أسيب الدكانة عشان عيلين بيتخانقوا، شباب القهوة أولى بيهم. شباب القهوة بقى بيبصوا لبعض ويقولوا يا عم فكك، خلينا نتسلى منهم شوية. وبعدين المعلم صاحب القهوة لو عايز يتدخل كان زمانه قام. المعلم صاحب القهوة نفسه هيقول أنا لو قمت هقوم في الكبيرة بس، مش خناقة عيال، أكيد حد من الجيران هينزل يخلصها. والحاجة فوزية من البلكونة هتقول يا مصيبتي دول هيموتوا بعض، أما انده على الواد سعيد ابني يجي يحل المشكلة. بس استنى، ما أنا لو صوتت هيقولوا عليا ست حقنة وبحب الفضايح، أما استنى كده أشوف آخرتها إيه. والنتيجة دايرة مفرغة من الفرجة السلبية. كل واحد مستني اللي جنبه يبدأ، وفي الآخر محدش بيبدأ خالص إلا لو ظهر بطل شعبي نادر الوجود كسر القاعدة دي وقرر يشيل الليلة لوحده. وساعتها بس لما واحد بياخد الخطوة دي بتلاقي فجأة الجدعنة ظهرت والكل جري وراه يحوش. يلا يا رجالة عيب يا جماعة، طب ما كانت من الأول يا جدعان. الموضوع مش واقف على الخناقات وبس، الظاهرة دي بتحصل في مواقف كتير. زميلك اللي بيتعرض للتنمر في الشغل والكل عامل مش واخد باله،
حادثة على الطريق والناس بتصور بدل ما تتصل بالإسعاف، أو حتى لما بتشوف بوست لحد بيطلب مساعدة على السوشيال ميديا بتعمل سكرول على أساس إن أكيد في غيرك هيشوف البوست وهيحاولوا يساعدوه. أكيد تأثير المتفرج مش معناه إننا بقينا وحشين، لكنه جرس إنذار بيقول لنا إن الجدعنة محتاجة قرار. المرة الجاية لما تلاقي نفسك وسط خناقة أو أي موقف زي ده، افتكر إن كل اللي حواليك بيفكروا زيك بالظبط. لو عايز الموقف يتغير ما تستناش حد يشيل الليلة، ابدأ أنت. مش لازم تنزل تضرب معاهم، ممكن مجرد كلمة زي يا جماعة عيب ما يصحش كده تكون كفيلة إنها تكسر حالة الفرجة السلبية دي وتفوق الناس. أو على الأقل لو مش هتحوش يبقى علق على الخناقة دي بصوت عالي واديها شوية إفيهات عشان الجمهور اللي في البلكونات ما يزهقش.